وأهل العلم كما تعلمون قديما وحتى حديثا درجوا في التصنيف والتأليف على مناهج متنوعة، فمنهم من ينهج نهج البسط والتفصيل والتدليل، يعني البسط أقصد التوسيع وليس كما يفهمه الناس، يقولوا يعني كلام بسيط. كلام بسيط ليس هو السهل، وإنما هو البسيط الموسع الكثير. ولهذا الإمام الواحدي له كتاب في التفسير سماها التفسير البسيط، وله تفسير الوجيز، وله الوسيط، وله البسيط في 25 مجلد. فلا يظن أن البسيط هو معناه السهولة، وإنما البسط هو الكثرة والتوسع. ومنه قوله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فمن العلماء من كان ينهج هذا النهج، نهج التفصيل والبسط والتدليل، يذكر الأدلة ويناقشها ويرد على المخالفين. ومنهم من كان ينهج نهج الإيجاز والاختصار، ولكل منهج خصائصه ومزاياه، هذا معروف. وفائدة المختصرات تتميز بأنها سهلة للحفظ، هذه فائدة الأولى من دراسة المختصرات، أن طالب العلم لو أراد أن يحفظ هذا المتن لكان من أسهل ما يقوم به، وهو يحضر الدرس ويستمع إليه. ولهذا نرجو من إخواننا من الشباب من طلبة العلم صغارا وكبارا يعني أن يحضر معهم هذا المتن، وأن يعني يحفظوا ما في هذا المتن، يواكبون فيه استماعهم لهذا الشرح ولهذا الدرس، حتى يتمكنوا من استحضار هذه الجمل وهذه المسائل التي عبر عنها الإمام بألفاظ سهلة. ولأن الإمام الطحاوي اختار أسلوب السجع لأنه غالبا ما يروق للسامع، فلهذا ترى تشويقا وترى أنك إذا حفظت هذا المتن يسهل عليك حفظه. إذن هذه فائدة المختصرات، أنها سهلة الحفظ. والميزة الثانية أنه يمكن الإلمام بها في وقت قصير، بخلاف لو تدرس أنت كتاب كبير الهمة ضعيفة والمشاغل كثيرة والنفس والشيطان والهوى يلهي ويمنع والأقران والأصحاب يثبطون. قال: ماذا تفعل أنت بهذا الدرس وبهذا المتن؟ يكفيك أن تصلي وتصوم. فيأتيك التثبيط من هنا وهناك. الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله لما عزم على كتابة تفسيره المعروف جاء إليه الطلبة وقد سألوه أن يكتب لهم أو أن يدون لهم تفسيرا. هذا من أعظم من أجل التفاسير، حتى كان يقول فيه السيوطي وابن تيمية وغيرهم: لو أن الإنسان رحل إلى الصين، إلى بلاد الصين، مشي على الأقدام ليحصل على نسخة من هذا الكتاب لكان قليلا. لما جاءه الطلبة واجتمعوا حوله قال: أحضروا لي 30,000 ورقة. 30,000 ورقة، الورقة مش كما هذه الورقة قس الكتاب هذا، 30,000 ورقة. فقالوا: هذا يا إمام تفنى فيه الأعمار، نموت ولا تكمل أنت هذا الكتاب. قال: والله لقد ماتت الهمم، ثم أردتم 30,000 ورقة، هذا 300 ورقة ولا 3,000 ورقة فقط، ماتت الهمم. هؤلاء أئمة أعلام كبار. إذن قلنا أن من ميزات هذه المختصرات أنه يمكن الإمام بها في وقت قصير.